ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. بما ان بقى الجو ابتدى يسقع ومحتاجين بقى حاجة كده تدينا باور وحاجة مسكرة وحلوة مع الشاي، النهاردة قلنا نعمل المشبك السوري. بصوا، وصفة تجنن، حلوة جدا، اقتصادية، ما شاء الله بتطلع كمية حلوة جدا. المقادير اللي احنا هنعملها ان شاء الله اتمنى ان انتوا تجربوها، وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. ما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك علشان لسه في وصفات كتيرة مع شيف بطوطة. ويلا بينا نشوف الوصفة مع بعض. أول حاجة عندنا 3 كوبايات سميد ناعم، سميد وسط. والسميد الوسط في مصر اللي هو دقيق السميد بتاع 5 نجوم، تمام. وبعد كده عندنا 3 معالق كبار سكر، عندنا نص كوباية دقيق جميع الاستخدامات، معلقة كبيرة نشا، وهنحط بقى الخميرة، ومعلقة كبيرة خميرة، ونقلب المكونات الجافة كده مع بعض. ربع كوباية زيت، بسم الله الرحمن الرحيم. ونبس الزيت كويس مع الدقيق. بعد ما بسينا الزيت في الدقيق كويس، عندنا كوباية لبن حليب، بسم الله الرحمن الرحيم. وعندنا مية دافية علشان دقيق السميد يتشرب معايا ويفتح، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط بقى واحدة واحدة كده، لان طبعا انواع الدقيق بتختلف من نوع للتاني، فهنشوف بس كمية المية اللي هيحتاجها قد ايه. بسم الله. دلوقتي بعد ما سيبنا العجينة بتاعتنا تخمر، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي بالشكل ده كده. عندنا القمع ده 6 بيه، وممكن تستعملوا اكبر براحتكم. وعندنا كيس حلواني، بسم الله الرحمن الرحيم. في زيت سخن على نار وسط، بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
دلوقتي بنحط بقى المشبك بتاعنا في شربات تقيل بارد، تمام، وهو سخن. يعني اللي نطلعه على طول بعد ما بنحطه على ورق من بتاع الزيت، بنحطه في الشربات وهو سخن، وبنحطه في مصفى بالشكل ده يصفي. تمام كده بالشكل ده. ونكمل الباقي. ادي المشبك بتاعنا، ما شاء الله جميل ومشهي جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه، واتمنى انها تعجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه بسرعه يشترك علشان لسه في وصفات كتيره مع شيف بطوطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.